اهلا بيكم في حلقه جديده وقويه جدا من قناه زد سبورت. النهارده حلقه هنتكلم على السوبر المصري. قبل ما ابدا الحلقه، لو الحلقه عجبتك بعد اذنك دوس لايك واعمل اشتراك في القناه لو القناه بشكل عام عجبتك، ودوس الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتنا اول ما تنزل. هنحلل الاداء الاربع فرق سيراميكا والاهلي والزمالك وبيراميدز بدون ما اطول على حضراتكم سريعا جدا. هنتكلم الاول على مباراه الاهلي وسيراميكا لانها المباراه الساعه 5 هي قبل مباراه الزمالك وبيراميدز. الاهلي اداء، ونتكلم طبعا على الفريق الاقوى، الاهلي او الفريق الاكبر يعني. الاهلي الاهلي جاي من تعادلات كتير، بتروجيت والمصري، وغضب كبير من الجمهور وعدم استقرار فني، عدم استقرار فني مش اداري. ولسه سروب لسه بيتعرف على امكانيات اللعيبه، لسه ما تقدرش تقيمه الا بعد السوبر المصري، وكمان بعد 3 4 ماتشات من الدوري. لسه ما حطش ايده على التشكيل المناسب، لسه ما عملش التكتيك بتاعه، لسه بيتعرف، لسه هيعرف زيزو ده يعني، لسه بيعرف امكانيات اللعيبه. فانت اول حاجه ما تنتقدوش على التشكيل، ما تنتقدوش على التعادلات، هو ملوش ذنب، هو مش ينزل يشوط ضربه الجزاء مكان زيزو. زيزو ضيعها خلاص، هو هيعمل ايه؟ هو اكيد في اوضه اللبس مين اكتر واحد بيشوط؟ هو زيزو. فاللي هو حدده او اللي هو اللعيبه حددته ممكن يبقى زيزو. فيسرب اداؤه كويس، ولكن دفاعه فيه مشكله. مش هو كمدرب، الدفاع بتاع الاهلي فيه مشكله. فانت منتظر منه كمدرب ان هو يعدل الحاجات دي، فلسه محتاج وقت. سيراميكا متصدر الدوري وعامل فرقه كبيره جدا، وعلي ماهر يا ريت يلعب ماتش الاهلي ده زي ما بيلعب ماتشات الدوري كلها. هتشوف متعه كبيره جدا، هتشوف فعلا متعه كبيره جدا ما بين الاهلي وسيراميكا. سيراميكا كسب بتروجيت الماتش اللي فات في الدقيقه 97، وفرقه بتلعب من الفرق القليله جدا في الدوري المصري، بتلعب بيلد اب، تلعب كرة على الارض، فيها عمرو السولية، احمد بالحاج، صديق وجوله، فخري لقاي، مروان عثمان اللي متالق الفتره الاخيره. في فرقه، في سكواد قوي، يمكن يكون من اقوى من سكواد الزمالك. ف ازاي الاهلي يكسب سريعا جدا؟ ان الاهلي ما يضيعش فرص، بس الاهلي هيجيب فرص، ولكن الاهلي لو ضيع كتير هتلاقي سيراميكا بيجيب جول. ممكن سيراميكا يلعب على التحولات، فعشان كده بقول لك ان اللي متوقع ان على فكره سيراميكا مش هيدافع، لكن المتوقع ان الاهلي هيجيله فرص كتير. لو هيضيع كتير هتلاقي سيراميكا بيجيب جول. الزمالك وبيراميدز سريعا برضو. الزمالك دلوقتي كسب الماتش اللي فات، واحمد عبد الرؤوف عامل حاله كويسه، سريع جدا في قراءه اللعب، قراءة الماتش. مش لسه هيقعد لحد دقيقة 70 ولا لسه على طول ما بين الشوطين هينزل فتوح وهيهاجم وهيعمل جبهة عظيمة عظيمة ما بين بنتايج وفتوح. الجونين بتوع الجونين اللي بتوع الزمالك اللي فاتوا، جونين المكسب، لو التاني والتالت من فتوح وبنتايج، ده شغل مدرب. تغيير حسام عبد المجيد اللي الجمهور يعني عجبته. حسام فعلا مش مركز، حسام وحش. سريعا برضه هو المدرب المصري دايما بيبقى هو ده المتفوق عن المدرب الاجنبي في الحاجات دي، عارف كل حاجه، هو قارئ خلاص. فحسام عبد المجيد في مشاكل والكلام ده كله، لا هتخرج وركز شويه. فدي حاجات جميله جدا من المدرب. فاحمد عبد الرؤوف دايما في المنطق، احنا المنطق والعقل ان الزمالك مش هيكسب، ولكن احنا مع الزمالك اتعودنا ان الزمالك دايما بيكسب في الظروف القاسيه، ان انت مستحيل الزمالك يكسب. لا، الزمالك ممكن يكسب، هو ده الامل اللي جمهور الزمالك حطه في الماتش، ان دايما الزمالك بيكسب من رحم المعاناه. لازم يدخل فيه بجون من بيراميدز مثلا وترجع بقى وتضغط، لا. احنا عارفين ان بيراميدز بكره اقوى، بيراميدز بكره مرشح للفوز اكتر، ده جمهور الزمالك. فده الامل في الزمالك. بيراميدز فرقه كبيره جدا، فرقه كبيره جدا، وبقت افضل من الاهلي والزمالك في الفتره الاخيره. لسه ليها مؤجلات في الدوري، لو كسبته تبقى متصدره. فيها محمد الشيبي، ولا فرقه تتعب اي حد في الشرق الاوسط كله. يوريتشيتش مدرب عصبي جدا، فاللعيبه دايما 90 دقيقه تلاقيها مركزه، 90 دقيقه تلاقيها بتخلق فرص، بتدافع. مش هتيجي في الدقيقه 85 مثلا 5 دقايق هيبقى فيه تراخي، هيبقى فيه، لا فرقه مركزه، يمكن احسن من الزمالك. الزمالك دايما اخر 10 دقايق من الشوط الاول واخر 10 دقايق من الشوط الثاني بيبقى وحش. فبيراميدز في
الجزئيه دي احسن من الزمالك. ماتش ده بقى في الفتره الاخيره ملوش معايير، الاحسن بيكسب. وانا قلت توقعي ان بيراميدز هيكون هيكسب، ان بيراميدز هيكون هو الفائز في المباراه دي. انتهت الحلقه، انا كده اديت لحضرتك انطباعات عن المباراه. شكرا لمشاهده حضرتك. دوس لايك لو الحلقه عجبتك، واعمل اشتراك في القناه ودوس الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لي فولو على الفيسبوك. سلام.